يوما عالميا لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار به لأنها وباء العصر. وزارة الداخلية أقامت فعالية سنوية بهذه المناسبة استذكرت فيها مخاطر المخدرات. وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أكد أن سوريا من أولى الدول التي وضعت قوانين ناظمة وإجراءات عديدة لمكافحة المخدرات. اتخذت الجمهورية العربية السورية العديد من الإجراءات، كان أبرزها صدور القانون رقم 2 لعام 93 المعروف باسم قانون المخدرات، والذي شدد العقوبات بشكل متوازن على جرائم المخدرات، وذلك حسب خطورتها وآثارها الاجتماعية، حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد مخدرة بطرق غير مشروعة. في إطار التصدي لهذه الظاهرة وقمعها، فقد ازداد نشاط ضباط وعناصر إدارة المخدرات وفروعها في المحافظات زيادة متناسبة مع تزايد نشاط شبكات التهريب والإتجار بالمخدرات. وقد أثمرت هذه الجهود في التصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة، حيث أنه تم تفكيك أكثر من شبكة تهريب مخدرات وإلقاء القبض على العديد من تجارها ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة. نحن طبعا في وزارة الداخلية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة السيد وزير الداخلية هي التي ترسم السياسة المتبعة في مكافحة هذه الظاهرة، وتنفذ هذه السياسة على الأرض من قبل اللجنة الإعلامية لمكافحة المخدرات، حيث تقيم الندوات وتقيم الفعاليات الشعبية وعلى كافة على كل مساحة القطر. الوزير الشعار أشار إلى أن سوريا بلد نظيف من حيث إنتاج وتصنيع المخدرات، وأن هناك تعاونا بين المؤسسات الحكومية والاتحادات للتوعية من هذا الخطر الوبائي. عندنا بوزارة الصحة مركزين لمعالجة الإدمان، مركز بدمشق ومركز بحلب. المدمن نحن بنعتبره مريض اللي بيجي من تلقاء نفسه أو أحد ذويه بيجيبه لحتى يتعالج، طبعا ما بيتلاحق قضائيا ولا أي جهة بتسأله، وبيخضع لبروتوكول علاجي بشكل كامل، والدولة بتتحمل نفقات كل العلاج. 80% عالميا تحت 25 عاما من الشباب يتعاطون المخدرات، نسبة مقلقة تستوجب الحذر من أسباب هذه الظاهرة. إذا أردنا أن نقي أنفسنا كشباب كمجتمع من المخدرات لابد أن نقف على أسبابه. أسباب المخدرات غالبا يكون التربية غير الصحيحة، الصحبة الفاسدة، يعني أوقات الفراغ وعدم تحمل المسؤولية. فنصيحة للشباب أنه يعني من أجل لذة ربما ليست لذة أساسا عابرة تعيش طوال عمرك، يعني تضر بأهلك بإخوتك بأمك. يعني أنا أنصح الآن الأخ المتعاطي أن يتوب، الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. المخدرات تدمر العقل وتشل التفكير والحركة، وهي الخطوة الأولى نحو ارتكاب الجرائم، لذلك يستخدمها الإرهابيون أثناء القيام بجرائمهم، إلا أن قوى الأمن الداخلي لهم بالمرصاد.